السلام عليكم ورحمه الله. صلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. انا عارف الشعور المتناقض دلوقتي اللي انت حاسس بيه ما بين الرغبه اللي عايز اقفل اخر ماده عندي اللي هي امتحان الاحياء، والرغبه اللي انا بجد خلاص ما عادش عندي شغف وحاسس ان انا بجد الفتره بتاعت الامتحانات ديت جابت اخري. شعور متناقض دوت انا كنت بتخلص منه بحاجه واحده ما فيش غيرها، واللي يقول لك غير كده معلش يعني انسى اللي بيقول لك عليه. بقوم راح على طول قافل الكتاب بتاعي وراح مصلي ركعتين لربنا، قرأ شويه قران واجي اكمل اليوم بتاعي. ده كان اكتر حاجه بتريحني نفسيا في اخر يوم، وحرفيا كمان قدام. مش عيب انك تلجأ لربنا في اخر فتره ليك مع انك كنت مقصر قبل كده، مع انك اهملت الصلاه قبل كده، فانت تقول طب انا كده اناني اللي انا بلجأ لربنا في اخر فتره مع اني كنت مقصر معاه. ما ربنا يقول لك الجأ لي في اي وقت، ادعي ربنا كتير حتى لو انت ما كنتش ملتزم مع ربنا في الوقت ده. ادعي ربنا كتير وربنا هو اللي يديك الشغف والطاقه انك تكمل والصبر ليوم النتيجه ان شاء الله. دي كانت مقدمه بسيطه. طبعا زي ما انا وعدتكم الفيديو دوت هتكلم معاك عن شويه تريكات او حاجات نركز فيها وحاجات بجد اتمنى ان احنا نجهزها كده عشان الامتحان. ورقه وقلم عشان اقول حاجات مهمه في الدعامه والحركه، وعندك كده هرمونات كده عايز اقول لك معلومه مهمه، زائد برضو كنت التكاثر نفس النظام. الحاجات اللي انا لاحظتها انا كنت اكتر ماده حليت فيها كتب هي ماده الاحياء، واكتر ماده تعبت فيها هي ماده الاحياء، واكتر ماده جابت لي اصلا انهيار عصبي هي ماده الاحياء. فربنا معكم ان شاء الله في ماده الاحياء. انا متحمس وبقى عفوي في فيديوهاتي لان بجد والله اكتر حاجه بحبها لما بتكلم باخد راحتي كده، لو انا مش سيناريو يعني. انا حاسس ان اكتر واحد من الشباب اللي بيعملوا فيديوهات الثانويه بفضل اضحك واهزر معاكم كده في الفيديوهات، فاتمنى يعني ما يكونش موضوع يعني بيزعلكم كده يعني. عايز اخش هنا في وقتكم بصراحه مهم قوي. بصوا يا معلم، 3 ملحوظات في الدعامه في النبات اتمنى ان احنا نركز فيهم، وانا كعبد الله لقيتهم كتير جدا في كتاب الدليل وكتاب التفوق. اول حاجه عندنا في الدعامه في النبات في 3 حاجات زي ما قلت. اول حاجه عبد الله، عندنا الدعامه الفسيولوجيه والدعامه التركيبيه كالعاده، عارفين الدعامه الفسيولوجيه في خليه حيه والدعامه التركيبيه في خليه حيه او ميته. تمام. الدعامه الفسيولوجيه بتكون في نوعين من النسيج، نسيج البرانشيم ونسيج الكولانشيم، اما الدعامه التركيبيه في نوعين من النسيج، نسيج الكولانشيم ونسيج الاسكالرانشيم. اذا يتشابه الدعامه الفسيولوجيه والتركيبيه ان هم بيكونوا مشتركين في نوع من النسيج اللي هو النسيج الكولانشيمي. اكتب النقطه ديت، لو انت كنت عارفها اكتب لي كومنت اللي انت كنت عارفها، انا هتبسط اكتر والله. الملحوظه الثانيه، في الدعامه التركيبيه عندنا 4 انواع من المواد: السوبرين، السلولوز، الكيوتين، الليجناين. 4 مواد. عايزك بس تعرف عنهم نقطتين مهمين اللي هم التركه بقى. الليجناين طبعا ممكن يكون الناس عارفين، الليجناين موجود في الاسكارانشيمي والسلولوز موجود في الكولانشيمي، جاء قبل كده في كتاب الدليل ووقعت فيه قبل كده. تمام. خلي بالنا النقطتين دول. ثالث حاجه ركز فيها في الدعامه في النبات واهم حاجه واعتقد اهم حاجه كلها، العلاقات البيانيه ما بين الدعامه الفسيولوجيه مع كذا، عمليه نتح مع كذا، كل الحاجات ديت في صوره كده عرضتها لك دلوقتي. كل العلاقات عباره عن 11 رسمه جمع لك كل العلاقات في الدعامه في النبات. في كمان علاقه كده ممكن تخلي بالك منها، العلاقه بين معدل الامتصاص والدعامه الفسيولوجيه. يعني ايه يا عبد الله معدل الامتصاص؟ معدل الامتصاص ده اللي هو معناه المجموع الجذري. يعني ايه يا عبد الله المجموع الجذري؟ اللي هو عدد الجزيئات. يعني مثلا كل ما عدد الجزيئات بتزيد كل ما الامتصاص يزيد، كل ما امتصاص الميه يزيد كل ما الدعامه الفسيولوجيه تزيد. اذا علاقه طرديه. ممكن يقول لك معدل الامتصاص، ممكن يقول لك المجموع الجذري، ممكن يقول لك عدد الجزيئات، مهما كان المصطلح اللي هيجيبه علاقه طرديه. تمام. طبعا في علاقات تانية موجوده، انا كنت بس احس ان العلاقه دي عشان كانت جديده عليا شويه لما انا كنت محل اصلا يعني. ده الدعامه في النبات. الدعامه عبد الله في الانسان ما هو حفظ، نفهم الهيكل المحوري عباره عن كام عظمه، وعندنا الهيكل الطرفي عباره عن كام عظمه، بس في بقى التركايه اسمعها مني يا معلم. كلنا عارفين القعبره والزند. بص بقى ممكن اقولها قدام معانا وقت بقى، احنا هنيجي على اخر امتحان. بص، القعبره قصيره، الزند القعبره اللي بره قصيره، الزند اللي جوه طويل. فهمتني؟ القعبره هي اللي متحركه بتتحرك حوالين الزند الثابت. فهمتني؟ دي تفهم. عبد الله طب هو ايه اللي بيكون متصل بالمنطقه ديت اللي هي منطقه الرسغ؟ هل القعبره ولا الزند؟ اقول لك ما تحفظش. لما انت تتحرك كده يعني تحرك القعبره اهو اللي بتتحرك ايه اللي بيتحرك معاها؟ الرسغ بتاعنا عبد الله. اذا اللي متصل القعبره متصله بالرسغ، اما الزند ما هوش متصل بالرسغ بتاعنا. اذا لما يقول لك هل الزند، يعني انا هقولها لك يعني اكيد مش هيجي يعني مثلا بالطريقه ديت، هو الزند بيكون متصل بالرسغ اللي هي المنطقه ديت او الريست؟ لا. امال مين المتصل؟ القعبره. عايزك تفهمها. خد كمان النقطه دي يا معلم. بالنسبه لحركه القعبره حول الزند، بتتحرك حوالين مفصل نور، مفصل الكوع. اللي بيقول مفصل الكوع ركز معايا، مفصل الكوع ده اللي بيحصل كده ده يا عبد الله حركه اللي هي الفور ارم او بيسموها ايه بالعربي، حركه القعبره والزند. ايه شوف دي كده مفصل الكوع، دي الحركه بتاعته. اما الحركه دي عبد الله الحركه ديت تبع اي مفصل؟ تبع مفصل موجود ما بين القعبره والزند ذات نفسه. فهمتني؟ اللي هو ما بين القعبره والزند في مفصل كده المسؤول عن الحركه ديت. اذا لما يجي يقول لك هل حركه القعبره حول الزند بتعتمد على مفصل الكوع؟ غلط، بتعتمد على مفصل اسم المفصل قعبره وزند، عايزك تسميه كده. تمام؟ حلوه النقطه ديت.
التاني عبد الله ممكن خد كمان الملحوظه ديت، انا الحمد لله فاكرها ما شاء الله يعني. عندنا في الفقرات العنقيه في طبعا عارفين 7 فقرات عنقيه، بس بيتقسموا الى 3 انواع على حسب الشكل. الفقره العنقيه الاولى لها شكل، الفقره العنقيه الثانيه لها شكل، الخمس فقرات الباقيين لهم شكل. 3 انواع من الاشكال نخلي بالنا منهم. طبعا كالعاده انت طبعا عارف المقارنه ما بين الاربطه والوتر. مثال على الرباط بقى، الرباط صليب امامي، الرباط صليب خلفي، هكذا. عندك الوتر نفس النظام. بص بقى خد بقى التركات يعني عبد الله، واحنا بنفصل الركبه عندنا، نفصل الركبه انا اعرف امامي وخلفي ولا يمين ولا شمال ازاي؟ بص خليك كده تافه معايا وخليك خلي الموضوع بسيط. لقيت هلال شكل، عارف انت حرف الان يا معلم، بس واحنا كمان حتى مكسلين نجيب ورقه، مش عارف، مش هينفع بورقه، عايزك تخيل معايا، تخيل معايا معلش بقى، ما مش عندنا شاشات وكده. بص لو لقيت حرف الان اللي هو الغضروف شكله كامل، حرف الان ده منظر امامي. لقيت عباره عن حرف الان مش كامل اللي هو في جزء وجزء كده، ده منظر خلفي. تمام. طب انا عبد الله عرفته امامي وخلفي، اعرف يمين ولا شمال ازاي؟ عارف انت عظمه القصبه، موضوع بسيط. عارف القصبه لا عرضه شويه عن الشظيه، اسماء غريبه. تمام. لما تلاقي عظمه القصبه ناحيه اليمين يبقى دوت منظر اللي هو بيكون ناحيه اللي هو الجزء اليمين. اما لو كانت عظمه القصبه ناحيه الشمال اللي هي كده ناحيه الشمال بيكون البتاع اللي هي تبقى لا ليفت بقى تبقى شمال. فهمتني؟ اذا عبد الله لو لقيت حرف الان كامل يبقى ده امامي. لقيت عظمه القصبه ناحيه اليمين اذا ده منظر امامي، يعني يمين امامي، ما اعرفش انتوا بتسموها ازاي طبعا يعني. دي كده كانت يعني ملحوظه شويه لاحظتها كده في الدعامه والنبات والحركه. دعامه في النبات ودعامه في الانسان. نيجي بقى للحركه عبد الله. بص الحركه ديت انا معاك ان يعني بص عايزك تفهم حاجه، تركز على القطع العضليه اللي بيحصل لها لحظه الانقباض، سواء مثلا خطوط زد بتتقارب، المنطقه المضيئه بتختفي او بتقل او تختفي على حسب قوه الانقباض، ده طبعا عارفينها. عندك المنطقه ايه هي المنطقه منطقه الاتش. تمام. يعني المهم الحاجات دي كلها جت موجوده كده في كتاب الشرح بالتدريب، بيحصل ايه كذا، منطقه اي بيحصل لها ايه، منطقه اتش بيحصل لها ايه، خطوط زد تتقارب، وخط زد خط متعرج. كانت اكتر سؤال غلطت فيه في امتحان عند مستر محمد ايمن، دكتور محمد ايمن، خط زد خط متعرج، ما تنساش. تمام يا عبد الله. عبد الله طب ايه اسباب الشد العضلي؟ بص عارف انت الكولين ستريز اللي هو بيسبب ان هو بياكل الاسيتايل كولين؟ لو كولين ستريز ده عبد الله مش موجود، اللي يحصل هيفضل الاسيتايل كولين متصل بالمستقبلات، اذا مش اذا هيفضل في انقباض، بس هيفضل منقبضه، فاللي يحصل ده اسمه شد عضلي بقى، اللي هي عضلاتك كلها شد. يعني مثلا اذا جاي جيم حرفيا حاسس ان الجد دراعي هيتخلع والله العظيم، فبقى يعني ايه لما كولين ستريس بيقل اذا يحصل شد عضلي. تمام. طب يا عبد الله مثلا لو حسن المخ فضل يبعت اشارات عصبيه انقبضي انقبض العضله، انقبض العضله هتفضل منقبضه، اذا ده برضك سبب تاني بسبب ان السي ان اس او المخ عمال يبعت اشارات غير منتظمه للعضله انها تنقبض. دي بالنسبه للشد العضلي. عايزك تركز على القطع العضليه بيحصل لها ايه لحظه الانقباض، وعايزك تفهم طبعا اللي بيحصل طبعا ان عندنا التيار العصبي بيوصل للمنطقه دي، تتحرك الاسيتايل كولين او حاجه تخش الكالسيوم اللي بيدمر الحويصلات، تتحرك من الاسيتايل كولين اللي بيمر عبر الغشاء الى المنطقه الفاصله ما بين الخلايا العصبيه ديت والمنطقه العضليه، وبعدين يتصل بالاسيتايل كولين يتصل بالمستقبلات، يحصل انقباض للعضله عن طريق تحرك الكالسيوم من الشبكه الاندوبلازميه. الليله ديت اقراها كده بالراحه. دي بالنسبه للحركه. انا بقول بس تريكات عشان انا بص بحاول كده اجمع لك النقط المهمه، في نفس الوقت ما نكونش قضينا وقت كتير جدا قاعدين نتكلم، واحاول اكون جمعت لك النقط المهمه شويه. هيجي عبد الله بقى الهرمونات. بص يا معلم الهرمونات حفظها سهل، وانت عارف اكتر واحد ان الهرمونات هرمون اي دي اتش وظيفته كذا، هرمون كذا هرمون كذا وظيفته كذا. امال ايه اللعبه؟ يعني مثلا اكتر لعبه كنت بحبها اقول لك احنا عندنا مثلا الاي دي اتش مسؤول عن هو بيزود الميه في الجسم ازاي، اللي هو طبعا انت عارف انت البوتاسيوم والصوديوم بالليله دي كلها. لو اي دي اتش زاد ضغط الدم يزيد، لو اي دي اتش قل ضغط الدم يقل. اذا لو انت مثلا لقيت ضغط الدم زاد يبقى عندنا اي دي اتش زايد، يعني الموضوع كله عباره عن لعبه فهم، فهمتني؟ ربط بس. طب عبد الله لو احنا في الهرمونات عبد الله نركز على ايه، او بمعنى صح بيلعب على ايه؟ على كل العلاقات البينيه ما بين الهرمونات وبعضها. فهمتني؟ انا هجيب لك صوره على رابطه كل الهرمونات ببعضها، والهرمون كذا مع علاقته طرديه وعكسيه مع كذا، الاي دي اتش علاقته ايه مع الميه، الاي دي اتش علاقته ايه مع العرق، الاي دي اتش يعني مثلا عندنا العرق بيعمل ايه؟ بيقلل الميه في الجسم، فاذا هرمون الاي دي اتش يزيد عشان يزود الميه في الجسم. العلاقات دي كلها هحطها لك في صوره دلوقتي، وهحطها لك برضك على جروب التليجرام. يبقى الهرمونات عايزك تحفظها كالعاده، بس نركز على نقطه الرسومات جدا لان هي دي اللعبه في الموضوع كله. طب ممكن ما يجيب لك كاش رسم، ممكن يقول لك مثلا اذا عندك كذا 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 انت لقيت نفسك العرق زاد، اذا هنعوز الاي دي اتش يطلع. العلاقات تربط لك كل الهرمونات على بعضها. تمام. عبد الله التكاثر، بص انا هكون صريح معاك، التكاثر اقسم بالله لو انت ما حلتش عنه ولا سؤال ولا اي حاجه محتاج تحفظه. عارف احفظ عشان خاطري، ثق في كلامي يا معلم. عايزك تاخد
فصل التكاثر اكيد احنا خدناه، او عايزك دلوقتي انت تسمعني. التكاثر ده عاوزك اكتر درس تحفظه ب4 دروس او 5 دروس، تفرمهم فاهم؟ تفرمهم. ده بس يعني اقدر اقول لك عليه نركز في الفرم بتاعه. التكاثر في الانسان، التكاثر في النبات، هنذاكر التكاثر في النبات نحفظه ونفهم كل حاجه فيه مع التكاثر في الانسان. لو انا قلت لك كل الملحوظات والتركات الموجوده في التكاثر هنتعب مع بعض، لان الموضوع بيكون كبير شويه، زائد الموضوع بيكون موجود في كتاب الشرح بالتفاصيل. فهمتني؟ ده بالنسبه للتكاثر. انا اسف، انا نفسي اتكلم، بس والله الفيديو لو قل عن 5 ساعات وانا اتكلمت عن التكاثر يبقى ده انجاز لي. لو انا اتكلمت عن التكاثر الموضوع هيضرب في 5-6 ساعات، وانا مستعد، بس للاسف الوقت مش مساعد. تمام؟ وانا والله بقلق على وقتكم، عشان كده ما نشرتش فيديوهات كتيره الفتره اللي فاتت. زي ما انا قلت لكم، عبد الله المناعه رسمه واحده بس، اللي هي الرسمه اللي قدامك ده هي مرتبه لك المناعه. دخل كذا، لقيت الموضوع بسيط، فيحصل مثلا التهاب بقى وتورم وزي الشعارات الدمويه اللي هو بيسموه اللي هو خط الدفاع الاول، ما حصلش، بيخش بقى خط بقى الدفاع اللي بعده بقى، اللي هو كل التي اس تي اتش تطلع بقى والتي سي بقى تطلع. انا ممكن صوره كده تفهمك كلها من اول لما دخل لحديت اما تم القضاء عليه بواسطه التي سي، مفيش مشكله، هربطها لك، او التي اس برضه وظيفتها ايه. كل الرسمه دي هحطها لك كده. انا عايزك بعد ما تخلص المناعه تقرا الرسمه دي، عاوزك تناقش كده مع نفسك. بص عبد الله دخل كذا، عرفنا ان نقضي على خط الدفاع الاول مفيش مشكله، خط الدفاع الثاني مفيش مشكله، دخل بقى على المناعه بقى الثانيه، تقوم راحت بقى طلعت التي اتش فعملت كذا وربطت بطرف مثلا هرمون اللي حفز التي سي كذا، اللي حفز البي مثلا حفزت الاجسام المضاده، وهكذا. الرسمه ديت لو عرفت تترجمها مش هتغلط في ولا سؤال في المناعه. تمام؟ ويعني ايه عبد الله مصل؟ الموضوع ده سأل كتير. مصل، بص، عارف انت كورونا؟ جبنا كورونا موتناها وبعدين دخلناها في الجسم، ايه اللي هيحصل؟ الجسم هيشوف بتاع حاجه غريبه عن الجسم، هيفضل يحاربها بقى ويطلع عنها اجسام مضاده وكده، ويحفظ عنها خلايا تي، سواء كانت مثلا ذاكره بقى البي او التي، هيعمل لها خلايا ذاكره. اول لما يلقط حاجه زيها اللي هو كورونا تخش تاني، يقوم راح مطلع كل الذاكره ديت. طب احنا ليه موتناه؟ لان لو كان دخل حي كان هيدمر الدنيا كلها قبل ما المناعه ذات نفسه تطلع له اجسام مضاده. فهمتني؟ دي كده عباره عن مصل بس انك تفهمه عباره عن ايه. تمام؟ مع بعض الرسومات انا ممكن اكون ظهرتها لك دلوقتي، تمام، وهنشرها برضك على جروب التليجرام. زي ما قلت لكم، انا لو بايدي هعمل لكم فيديو بال 12 ساعه، بس الوقت مش هيكون سامح، زائد ما فيش حد في الدنيا هيسيب الدكاتره زي دكتور محمد ايمن ودكتور احمد الجوهري ويجي لعبد الله يسمع منه شرح الاحياء. فهمتني؟ كده خلصنا عبد الله المناعه على اساس يعني كده انا شرحتها كلها، بس اعذروني، بس كل الملاحظات والتريكات هحطها لك كلها على جروب التليجرام، الثانيه دي هتلاقيها موجوده. تمام؟ خلصنا المناعه، نخش بقى على الدي ان اي والار ان اي، وعندك بقى اللي هو الجماعه دول بقى والار ان اي بقى والجماعه دول. بص، الفصل ده سهل، كنت الفصل ده الوحيد اللي انا كنت معتقد ان هو هيجي عليه اسئله صعبه واسئله لفه واسئله متعبه وهكذا، بس انا بعد ما ذاكرت الفصل ده اللي هو عباره عن قراءه معلومه، انا كنت الفصل ده اخر مره ذاكرته كان من شهرين والله العظيم، جيت اقراه من كتاب اللي هو الامتحان شرح او كتاب التفوق شرح، قراته وفهمت كل حاجه، ما تقلقش خالص منه. عارف لو انت اتزنقت، بص انا معاك دلوقتي عبد الله، حاسس ان الفصل ده مش مجمعه، اللي هو المناعه، اللي هو قصدي الدي ان اي والار ان اي، في فيديو لمستر او دكتور محمد ايمن ودكتور احمد الجوهري، في فيديو انا عارض لك الدرس او درس وانت كنت مشترك مع ده او ده يعني على اليوتيوب، شارح لك كل اللي هو الباب الثاني بتاع الدي ان اي والار ان اي بتفاصيل ممله اكس 2 يا معلم، وجمع كل الملاحظات الموجوده فيه. فهمتني؟ حاسك كده إيه يعني. بص عبد الله، بص الدعامه والحركه هنجمعه في ثانيه بكل الملاحظات اللي قلت لك عليها. الهرمونات هنركز على الرسومات. الفصل الثالث مفيش في جدال، انهبات عليه. بس المناعه عبد الله الرسمه اللي انت قلت عليها، ونقعد نناقش مع نفسنا كده ونربط كل المناعه ببعضها، ده هيخليك في المناعه ما تغلطش في ولا سؤال. هنيجي للدي ان والار ان ايه، عايزك كفايه انك تسمع فيديو شرح لو انت بجد ما كنتش ذاكرته او انت كنت ناسيه او مش عارف تجمع فيه، لدكتور محمد ايمن او دكتور احمد الجوهري، شرح الباب الثاني بكل تفاصيله في فيديو 3-4 ساعات، مجمع لك الدنيا كلها على اكس 2. هقول لك بص، انا زعلان من حاجه واحده بس، انا كنت مستعد اعمل فيديو 12 ساعه، والله مستعد، بس انا هكون صريح معاك، هل الكاميرا هتستحمل 12 ساعه؟ لا. هل وقتك هيستحمل انك تسمع عبد الله مش الدكتور محمد ايمن ودكتور احمد الجوهري 12 ساعه؟ انت نفسك مش هتسمع دكتور محمد ايمن او دكتور احمد الجوهري 12 ساعه، هتيجي تسمعني 12 ساعه؟ لا. فهمتني؟ فانا مستعد والله العظيم اضحي بوقتي، بس ما انا عارف في اسباب كتير ممكن تمنعنا عن نسمع الفيديو، بس ان شاء الله هعمل لكم ده زي ما قلت لكم للدفعه الجديده، وانتوا تعالوا برضو يا عم انا ادعوكم كلكم مع بعض ان احنا نيجي نشرح ماده الحياه مع بعض. فكفايه لك كده عشان عارف انتوا عندكم امتحان بكره وخلصوه تعالوا لي. ماشي؟ اتكلمت عن بعض النقط المهمه، عايزكم بصوا الجأوا لربنا، الجأوا لربنا، بس الفتره دي كلها الجأ لربنا، ادعي ربنا كتير
عارف ان في منكم ما كانش بيصلي، عارف ان في منكم ما كانش ملتزم مع ربنا، ما كان بيسمع الاذان ويكسل، خلينا صراحه مع بعض. بس الجا لربنا دلوقتي، وده مش غلط. سالت كتير هو انا لو كنت مقصر مع ربنا فترات وجيت وقت الامتحانات وقت النتيجه ادعي ربنا كتير، هل ربنا مش هيتقبل دعائي؟ لا، ربنا هيتقبل دعائك. فهمتني؟ ادعي ربنا كتير قبل ما تخش الامتحان، ادعي. خلص الامتحان ادعي، اقعد الاجازه كلها قبل النتيجه ديت ادعي ربنا كتير. ربنا قادر على كل شيء. حاجه تافهه زي ما انا قلت لك، تافهه بالنسبه للي ربنا بيعمله، مش تافهه بالنسبه لنا، تافهه بالنسبه لربنا بيعمله، مش هيقدر يحققها لنا. ادعي انك تطلع اول الجمهوريه، حتى لو انت كنت جمعت كل اللي انت نقصت فيه ده ولقيت نفسك ناقص بال 90 100 درجه، ادعي ربنا انك تطلع اول الجمهوريه. ربنا قادر على كل شيء، ما تنساش. مش عارف هو فيديو طول ولا ايه، بس انا اروح عشان الجيم بصراحه علم عليا كل، مش قادر بصراحه. تمام، اتمنى تكون استفدت. اقفل الفيديو، كمل مذاكرتك، وخلي بالك من النقط اللي انا قلتها، يا رب يجي منهم سؤال عشان اطلع هزل لكم يعني في الموضوع ده. خلص الفيديو، اتمنى تكون استفدت. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. ده ما عادش فيديو جديد، نسيت. ما عادش فيديو جديد. اللي بيقول كده معلش، في جامعه الناس هتخش طب، في فيديوهات فلوجات، في تحديات مذاكره، في ستادي سيشنز، في بقى تجهيزات للجامعه، في تجهيزات للكليه بتاعتك اللي هيخش طب وهندسه. صدق نسيت اعمل رياضه. يا رب بس ما حدش يكون بيعمل رياضه اسمعني دلوقتي والا هينفخني في التعليقات. وانا حاسس ان بودعكم. اشوفكم في فيديو جديد بعد الامتحانات، مستنيكم، مش هسيبكم. يلا سلام.